السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله فطاير يا حبايبي هنعملها مع بعض، فطاير بالجبنة والنعناع. يعني حشو ما فيش أسهل منه وموجود عندنا في كل بيت. يعني بتيجي طريقة سهلة جدا وجميلة، بتدي كمية كبيرة للفطار والعشاء بقى والجوع آخر الليل. إن شاء الله فطار جميلة سهلة وتعمليها. تعالوا نشوف الطريقة. أنا عندي ربع كوباية مية، وعندي بيضة بحرارة المطبخ، معلقة خميرة، معلقة سكر، ومعلقتين حليب بودرة. عجينة ممتازة وفطاير ممتازة يا حبايبي. قلبي بقى كده المقادير كلها مع بعض كده لغاية ما يمتزجوا كده مع بعض. أهم حاجة يا حبايبي التقليب، أهم حاجة التقليب عشان السكر يدوب، معلقة السكر تدوب والبيضة كمان. بعد كده هنزل بكوبايتين دقيق وهقلبهم كده شوية بالمضرب كده بتاعي، وبعد كده هستخدم ايديا. طبعا انا زي ما بقول لكم العجائن الدقيق بيتحط، ما بيتحطش مره واحده. انا حطيت دي لكن لسه في كوبايه تانية يا حبايبي. الكوبايه التالتة ديت هحطها شويه بشويه، تمام، لغايه ما تتكون عندي عجينه طريه بالشكل ده، طريه خالص يا جماعه، يعني ما تنفعش نفردها. بعد كده عندي مكعبين زبده وعندي 3 معالق زيت. المكعبين الزبده دوت يعني ممكن حوالي معلقتين زبده. ده طبعا حرارة المطبخ علشان هي تعرفي تدخليها في العجينة بتاعتك. ابدأي بقى عجيني فيها كويس كده. انت في الاول هتحسي ان الزيت مش راضي يدخل في العجينة ولا الزبدة، لكن لا، يعني خليكي بس وراها كده، صدقيني يعني بتاخد مجهود شوية. لكن بعد كده او لو عندك عجان هتعملي خطوات طبعا دي كلها فيها. لكن بعد كده بايديكي لغاية بصي بتصبح عاملة زي عجينة ناعمة جدا جدا. سيبيها بقى تخمر في مكان دافي ونرجع ونشوف نكمل الوصفة بتاعتنا. طبعا انا بفتح البوتاجاز، بسخنه شويه وبطفيه، وبعد كده بحط العجينه بتاعتي فيه علشان تخمر بسرعه، عشان احنا في الشتاء، عشان ما تاخدش وقت كبير. خمرت اهيت، بصوا ما شاء الله بتخمر، ما يعني ما بتاخدش وقت طالما انت المكان اللي فيها دافي. ابدا بقى افضي الهواء اللي فيها كده واعمل وافردها زي مستطيل كده كبير، وعلشان نعرف نقطعه ويتسهل علينا التشكيل بعد كده. ماشي. سكينه بقى ولا قطاعه، ابداي قطعيه كده يعني قطع متساويه علشان تبقى وياكي الفطاير كلها بحجم واحد. اركنيهم بقى كده على جنب، ونبدا نكور كل واحده بالطريقه دي. التكوير ده بيسهل عشان هي ديت اللي احنا هنفردها ونعمل فيها الحشو حبايبي بتاع اللي هي الفطاير. خلصي بقى كميتي كده كوريهم. تعالوا نشوف الحشو. انا عندي جبنه ناشفه نعناع ناشف يعني. قلبيهم كده مع بعض. الحشو بقى اللي يريحك، يعني بصي اي نوع حشو ينفع في الفطاير ديت، ان كانت لحوم او فراخ طبعا، بس كله مستوي. لحوم، فراخ، بسطرمه، الحاجة اللي موجودة عند الجبنة فيتا، جبنة ناشفة، يعني أي أنواع من الجبن هتنفع. جبنة تركي مع جبنة شيدر، يعني كل أي حشو هينفع. أنا المرة دي أنا بعمل وياكم فطاير كتير بحشوات مختلفة، بس المرة دي أنا هعملها عندي جبنة ونعناع. أنا عندي ابني يعني بيحبها فقال لي اعملها لي، فعملتها لكم. طبعا حطيت الحشو في النص وقفلتها عليها، وبعد كده طلعت بالشكل دوت. أظن هي طريقة سهلة جدا خالص. أنا فردتها، اللي هي الكرة الصغيرة فردتها، وبعد كده بحط الحشو في النص وبقفل الجنبين على بعض اهوت بس، وبضغط عليه حبة صغيرين وبقطعها. يعني تشكيل سهل جدا، يعني أي واحدة وبتبقى في المطبخ ممكن تعملها. بعد كده بقى أنا عندي حليب، حطي على الوش حليب. عايزة تحطي بقى سمسم ما فيش مشكلة خالص، أو حبة البركة، بس أنا هسيبها كده يعني بالحليب بس. وعلى فرن بقى على حرارة 200 في الرف الأوسط لغاية القعر ما يحمر والوش بتاعها يحمر، ونرجع ونشوف ادي الفطاير يا حبايبي بعد ما هي استوت. جميلة جميلة وطرية، يعني طرية جدا. هنشوفها دلوقتي مع بعض، والحشو بتاعها لذيذ جدا. جربي كده الجبنة الناشفة أو الجبنة القريش مع النعناع، جميلة جدا واقتصادية كمان جدا. يعني أولادك فعلا هيحبوها، ومع الفطار بقى او تحطيها في اللانش بوكس جميله برضه هتنفع اولادك. الف هنا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.